5 لاعبين بيحلموا بالتوقيع مع ريال مدريد في السوق الشتوي. اكدت التقارير ان ريال مدريد بدا يدرس الانتقالات في يناير 2024 وامكانيه التعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي المقبل. قال الصحفي توماس جونزاليس ان قائمه ريال مدريد للسوق الشتوي تحتوي على 5 لاعبين وكلهم بيحلموا بالتوقيع مع ريال مدريد، واللاعبين دول هم الياباني كوبو لاعب ريال سوسيداد، وفلاوفيتش لاعب اليوفنتوس، ونيكو ويليامز لاعب اتلتيك بالباو، وفيو هرنانديز لاعب اي سي ميلان، وانطونيو سيلفا مدافع فريق بنفيكا. فانت كمدريد يا ابو الكباتن مع ام ضد التعاقد مع هؤلاء اللاعبين؟ حرفيا هو كريستيانو الجديد في ريال مدريد. ما هو ما تقنعنيش ان كل مباراه بيعادل فيها كريستيانو ونشوفه بيحتفل احتفاله ده ومش هيبقى كريستيانو يعني كل ده وهو عنده 20 سنه بس. امال لما يكبر شويه هيعمل فينا ايه؟ هو افضل لاعب في اللحظه اللي بكلمك فيها دي، ولا تقول لي مبابي ولا هالاند؟ بص دي بيلينجهام يعادل رقم رونالدو التاريخي في ريال مدريد. لسه قايل لك انا بيلينجهام سجل 10 اهداف في اول 10 مباريات له مع ريال مدريد، زي كريستيانو بالظبط اللي سجل اول 10 مباريات 10 اهداف. ده حتى هالاند اللي مكسر الدنيا منزل له منشور وكاتب فيه مش طبيعي. ليه كده يا ابني؟ ده انا كنت بحبك. بعد اللي انت عملته ده انت مجرد لاعب مالكش اي 30 لازمه بالنسبه لي. كورتوا يدعم الكيان اللي ملوش لازمه، وعلى فكره هو مش اول لاعب يعمل كده، ولكن كورتوا بالذات كان عنده شعبيه عربيه كبيره، وطبعا خسرها بسبب الستوري اللي نزلها دي. تغور يا اخي انت وتأييدك ليهم. كنت فين انت قبل كده؟ دلوقتي بقى في دعم وتضامن. يا ولاد ما هو طبعا علشان زوجتك منهم. وما تقوليش مال ده بالكوره، لان لما مسعود اوزيل لعب في ارسنال اول ما تضامن مع فلسطين الدنيا قامت ما قعدتش، وقفوه وغرموه وانهوا مسيرته الكرويه تقريبا. طب هل هيعملوا كده مع كورتوا؟ والله ابدا. طز فيه وفي اي حد يدعمه. مش هتصدق رسميا جيرو افضل حارس في الدوري الايطالي، حاجه ما بتحصلش كتير، ده ما بتحصلش اصلا. هقول لك يا ابو الكباتن الموضوع من الاول وباختصار. في مباراه في الدوري الايطالي ميلان كان متقدم 1-0، وبعد ما تغييرات ميلان خلصت وفي الدقائق الاخيره طولت حارس مرمى الميلان، فوقفوا جيرو مهاجم الميلان حارس مرمى، واللي تصدى وتالق وانقذ الميلان من اهداف حقيقيه. علشان تعلن رابطه الدوري الايطالي التشكيله المثاليه للجوله الثامنه من الدوري. المفاجاه بقى انهم اختاروا في التشكيله المثاليه الفرنسي اوليفيه جيرو مهاجم الميلان، ولكن مش كمهاجم، لا كافضل حارس مرمى في الدوري الايطالي. هالاند 0 على الشمال امام الكبار وبدون دي بروين. النرويجي كان منتظر منه اداء احسن من كده بكتير. في المباراه اللي انتهت بهدف قاتل لارسنال اعطاهم 3 نقاط مهمين جدا. المباراه كانت محبطه بالنسبه لهالاند. هالاند طبعا فرود فتاك كلنا عارفين كده، ولكنه قدام الفرق الكبيره بيبقى شبح مش باين. جوارديولا كان مستني منه يسجل له 2-3 في ارسنال اللي بينافس السيتي على الدوري، بس خلاص انزل يا ابني بالحجه اصل دي بروين مش موجود. ما هو يا ابو الكباتن كان بيديله الاهداف مقشرات ومكسرات قدام الجون. اسطوره برشلونه القادم لامين يامال نصراوي كتب نادي برشلونه على حسابه الرسمي في منصه اكس مرفق بفيديو ان لاعبه واسطورته القادمه لامين يامال نصراوي. الحساب بالعرب، وبكل تاكيد التفاعل كبير جدا على التغريده دي، لان بعض الناس اخذوا النص ده بان اللاعب ينتمي لنادي النصر او محب النادي النصر، ولكن الحقيقه غير كده، لان اسم اللاعب بهذا الشكل لامين يامال نصراوي هو ده اسمه. اللي كتب التغريده دي ابن لذينه ذكي، يعني هي مش صدفه بل متعمده. لعب على حته نصراوي، وان هي اكيد هتتربط بنادي النصر السعودي لانه بيبقى ماده دسمه جدا للاعلام ومحط انظار للعالم عموما، فهو تسويق ذكي من برشلونه. يا ترى هتكون ايه اعمار نجوم كره القدم في كاس العالم 2030؟ نشرت صحيفه ماركا الاسبانيه تقرير مفصل عن نجوم كره القدم في كاس العالم نسخه 2030 واللي هتستضيفها المغرب مع البرتغال واسبانيا. قالت ان اعمار نجوم الساحره المستديره في كاس العالم 2030 كالتالي: عملت تشكيل على طريقه 4-3-3 وحطت حارس المرمى دوناروما وهيكون عمره 31 سنه. اما عن خط الدفاع فكان اشرف حكيمي واللي هيكون عنده 31 سنه، واراخو برضه هيكون عنده 31 سنه، وجنبه جفارديول واللي هيكون عنده 28 سنه، وجنبهم ديفيز واللي هيكون عنده 29 سنه. وحاطط خط وسط مكون من ثلاثي الانجليزي بيلينجهام واللي هيكون عنده 27 سنه، وانزو فرنانديز واللي هيكون عنده 29 سنه، وجمال موسيالا هيكون عنده 27 سنه. اما في خط الهجوم فحطت فينيسيوس واللي هيكون عنده 30 سنه، ومبابي واللي هيكون عنده 31 سنه، والفايكنج هالاند واللي هيكون عنده 30 سنه. وانت كمان يا ابو الكباتن حط نجمك المفضل واكتب لنا هيكون عمره كام سنه في كاس العالم 2030. ابراهيموفيتش يعترف ويقول كلمه حق عن السعوديه. صرح السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان السابق عن تطوير كره القدم في المملكه العربيه السعوديه خلال الفتره الماضيه، وعن رغبه السعوديه في استضافه كاس العالم 2034. وقال ابراهيموفيتش: كره القدم هي كره القدم، انت لاعب هدفك كره القدم فقط، وان كره القدم تجمع الشعوب ولا تفرقها، ومفيش مانع انك تلعب
بينات، وان هو لو لسه بيلعب وجاله عروض من السعوديه كان راح. هم عاوزين التطوير، وقصده هنا طبعا على السعوديه، وانت في نفس الوقت ستمنح نفسك وعائلتك عيشه كريمه. فهل يا ابو الكباتن تتفق مع كلام ابراهيموفيتش ولا لا؟ للاسف صدمه لجمهور النادي الاهلي بعد اصابه امام عاشور. الاهلي يعلن تشخيص اصابه امام عاشور ومده غيابه. امام عاشور تعرض للاصابه في الدقيقه 25 من مباراه الاهلي والاسماعيلي، وخرج وهو يبكي على المستشفى على طول. الكل قال بس دي صليبي، ولكن طبيب الاهلي طلع ووضح تفاصيل الاصابه. كشف الدكتور احمد جاب الله طبيب الاهلي ان الاشعه اثبتت ان اصابته عباره عن كدمه في قصبه الساق والكاحل، ومعاها جزع في الرباط الخارجي للانكل، وان الحمد لله حالته مطمئنه جدا، وان مده الاصابه لا تتعدى 7 أو 10 ايام. فيا ريت يا ابو الكباتن كاهلاوي تقيم صفقه امام عاشور الى الاهلي كام من 10؟